فجاء دين الإسلام وجاء القرآن يصحح عقائد البشر ويصحح مفهوم التوحيد في معرفة حق الخالق سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي بمعنى أنكم تعرفون حقائق الخالق، فقد أظهر لكم كل البراهين أنه هو الخالق. إن نظرت إلى السماء، إن نظرت إلى الأرض، إن نظرت إلى الحياة، إن نظرت إلى الموت، إن نظرت إلى الأسباب المنتشرة، فمن الذي له حق فيها غير الخالق سبحانه وتعالى؟ فما دمتم تعلمون أنه هو الخالق وما دمتم تعلمون أن غيره مخلوق، فما هو الداعي لأن تجعل الله ند؟ وهنا مسألة مهمة. عرفتم معنى ند؟ أي كأنه خالق، أو تنسب الخلق للمخلوق، أو تنسب التأثير للمادة. وهذا الكلام قد ذكرنا لكم في سابق الدروس. اعلم أن كل شيء مرتبط بالخالق، حتى في الحي، وليس فقط في الميت. الميت لا ينفع ولا يضر، والحي لا ينفع ولا يضر. الطبيب لا ينفع ولا يضر، الحاكم لا ينفع ولا يضر، السلاح لا ينفع ولا يضر. إذن من أين تأتي النفع والضر؟ يأتي النفع والضر مما أودع الله تعالى في هذا المخلوق. الخالق هو الفاعل الذي جعل في السم الموت، وجعل في النار الإحراق، وجعل في المادة الحادة القطع. إذن المادة الحادة لا تميت، هي تقطع لكن لا تميت. الذي خلق الحياة وخلق الموت من؟ الله، فأودعها ضمن هذا الشيء. فيجب التجريد للحق سبحانه وتعالى في التأثير. الدواء هو عبارة عن شيء مركب لا ينفع ولا يضر، لكن الله تعالى جعل فيه صفة النفع، جعل فيه صفة النفع. فلذلك عندما جعل فيه صفة النفع بأمر الله تعالى يعالجك، يداويك، كما هو مثلا في العسل، كما هو في ماء زمزم يقول فيه النبي شفاء من كل ضر وداء. هل يحق لنا أن نعظم الماء أو نعظم خالق الماء؟ هل نعظم العسل فنعمل له عبادة ونقول هو الذي ينفع ويضر، أو نعظم من وضع الصفة في العسل لأنه هو الذي وضع في العسل الأسباب المؤدية إلى الشفاء أو المؤدية إلى العافية؟